هذايا. بالحديث عن أسلوب الحياة وربطه دائما بالتغذية الصحية والأكل الصحي، هل ترى أنه الأسلوب هذا الخاص بك أستاذ يقدر ينجح مع أي واحد؟ أنا نشوفه باللي قابل للتحقيق. لماذا؟ لأننا مسلمون، نوض الصباح نصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح أحيانا توصل الساعة 4، 5 صباحا، 6 صباحا. فلما تقوم صباحا فأنت راح تنام أوتوماتيكمون ليلا في وقت مبكر، وبالتالي راح تستفاد من هرمون النوم. هرمون النوم يفرز بين الساعة 3 بين الساعة 11 ليلا تقريبا و3 صباحا. إذا نمت بعد الساعة 4 صباحا فما تستفادش منه وتكون عندك مشكلة في الساعة البيولوجية. إذا راح تضبط الساعة البيولوجية، تضبط هرمون النوم، الاستيقاظ تاعك يكون مليح. بعد ذلك تروح تصلي صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح كاين واحد الضوء أزرق في السماء، هذاك الضوء الأزرق اللي هو وسيلة علاجية في أوروبا راهم يعالجوا به الناس اللي عندهم اضطراب ما بعد الصدمة، يخرجوهم من هذاك الضوء، يقولوا لهم روحوا خرجوا امشيوا في 20-30 دقيقة الوقت اللي يفرز فيه. هنا لما تكون مسلم تصلي تجي خارج تلاقى معاه، يعني هذاك عنده تأثير على الجهاز العصبي، ما على باليش حكمة ربانية سبحان الله. بعد ذلك عندي حمام بارد أنا نشوف فيه لمدة 3 دقائق، يعني حمام بارد يعني يعطيك طاقة انفجارية كبيرة، يعطيك الهرمونات يعني اللي تخليك يعني إفراز تاعها يكون قوي، اللي يخليك متيقظ نشيط فرحان، يخليك حاب تخدم. بعد تروح بكري لأنك نوض بكري، تروح العمل تاعك بكري، ما تروحش مستريسي، لأنك لما تروح تستريسي وتعدد المهام ورا بعضها لازمك توصل الزوجه تاعك وانت مزروب، من بعد تروح توصل الاولاد تاعك وانت مزروب، وتبدا تخدم مزروب، فيدير لك الكولون. الكولون هو ستريس، هو اشياء خلعه، هو اشياء للداخل. لكن لما تنوض باكرا، تكون مرتاح الاز. هذا ما يسميه بالسلو ليفينغ، معناتها الحياه البطيئه، انه الانسان ينوض الاز مرتاح، يمشي بالعقل، ياكل بالعقل، باسكو عاطي روحه الوقت. صحيح. اما الحياه تحكي على الاسلوب سيرتو في الصباح هذا، تخيلت هكذا انه لازم يكون كاين كوب قهوه موجود؟ لا موجود عادي، كوب القهوه، قهوه واحده في اليوم منصوح بها، وانا اشرب قهوه صباحا منصوح لكن بها بلا سكر. لا عادي بلا سكر. هو الانسان لما يسمع اكل الحياه بلا سكر يتبان له باللي راهو الاعدام مباشره. هو ماشي اعدام، هو راهو يعدم الاشياء اللي ما فيهاش ضروره. معناتها انا ما ناكلش الميلفاي، ما ناكلش الكرواسون، ما ناكلش الغازوز، ولكن كاين الفيشي، كاين اذا حبينا مثلا ناكلوا بيتزا نديروا بالطحين الكامل. موجود موفره شركات، موفره شركات، وكاين الصناعه الغذائيه ممتازه في الجزائر، وكاين تحسن وتطور كبير.